السلام عليكم. اليوم نتوقع تشكيلة فريق الرجاء الرياضي ضد فريق بروزة الجزائري الذي يكون في البطولة العربية. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد في قناة الرجاء العالمي. نبداو في حراسة المرمى. انا الزنيتي هذا غادي يكون رسمي في البطولة العربية لأن هذه بطولة عربية ماشي مباراة ودية. في الدفاع كظهير أيمن غادي يكون عبد الصمد البداوي، لا يناقش فيه، أصلا ما كانش منافس ديالو في البوست ديالو. في الدفاع غادي يكون جلال حركاس، بجانب ديالو عبد الله خفيفي بعد ما قدموا الأخيرين هذا مستوى جيد في مباراة السد القطري. كظهير ايسر محمود بنتيك تا هو معدوش منافس ليه رغم الضعف ديالو في الدفاع، ولكن الهجوم كيخليه يكون متميز في البوست ديالو. في خط الوسط غادي كنتوقع ان الرجاء غادي تلعب جوج خط وسط مدافعين وصانع العاب. بالنسبه لجوج خط الوسط مدافعين معروفين احمد كامارا و روجر اهولو، اما في كصانع العاب غادي يكون هاشم دومينغو للتجربة، وما اصلا ما عندناش صانع العاب صانع العاب من غيره، يعني غادي يكون هو اساسي في هذه المباراة بعد ما لعبش في مباراة ديال السد القطري والرجاء. في الهجوم غادي يكون النفاتي كجناح ايمن، اما كرأس حربة فما كاينش بديل ليه، فهو ماي اكسل ماي بعد مر في الانتدابات ديال فريق الرجاء متعاقدوا مع حتى شي مهاجم، ولحد الان ما غادي يتعاقدوا مع حتى شي مهاجم. تنكملوا هاد الماتش هذا ونشوفوا يدير فيها الله خير. اما كجناح ايسر فغادي يكون رسمي يسري بوزوق، ما كاينش حتى هو البديل ديالو بعد ما نوفل الزرهوني ما بقاش كيقدم مستويات، وهو اصلا منين ما كيقدمش مستويات جيده فيسري بوزوق تم البوست ديالو. التغييرات اللي غادي يقدروا يطرحوا بالعمري يقدر يجي في بلاصه روجر اولو او احمد كامارا.